بص هقول لك على حاجه. لو مش عايز تسمع شتيمه ولا اي حاجه، اقفل الفيديو واتكل على الله. اسمع اي حد تاني والله. اقفل الفيديو واتكل على الله، من بقولها من بدايتها هو بس عشان محدش يقول اي حاجه. تمام. الاهلي يخسر من كولر 2-1. الاهلي سلم او مش الاهلي، لا بلاش نجمع الاهلي. استاذ كولر سلم الماتش كامل متكامل من بدايته لجوميز. فرقه الزمالك عشان هي علوق. تمام. هي اللي اصلا اللي ما عرفتش تكسب الماتش. يعني المفروض اصلا الماتش ده انت مش انت تكسبه مستريح، تكسبه عادي جدا. الماتش ده حتى الماتش ده انت اصلا مش تستحقش انك تكسب ولا تحقق انك تتعادل ولا اي حاجه. ايه التشكيله دي؟ ايه يا اسطى التشكيله دي؟ ايه يعني ايه يعني ايه التشكيله دي؟ ايه التشكيله دي؟ يعني ايه نيدفيد، ويعني ايه عمر كمال وينج يمين، ومحمد هاني متين شمال، ومش عارف مين هنا ومين هنا ومين هنا. مين دول؟ موديستو. يعني انا عايز اكسب. مش الزمالك غور الزمالك بجمهوره. انا بتكلم على اي نادي تاني. انا هكسب اي نادي بموديست وطاهر وندفيد وندفيد وندفيد. يعني ايه ندفيد؟ انا عايز اعرف يعني ايه ندفيد. حد يدي يقول يعني ايه ندفيد. ايه ندفيد ده ايه ده يعني؟ ده ايه ده مسحوق غسيل ده ولا ده نوع زيت قلي ولا يعني ايه ندفيد؟ ايه ندفيد ده؟ ايه ندفيد ده بجد؟ يعني ده حاجه تتأزأز. ايه ندفيد ده؟ تمام. خلصت الحوار ده، خش على رامي ربيعه بقى. رامي ربيعه. ايه يا اسطى في ايه؟ ايه يا رامي ربيعه في ايه؟ ايه الاستلامات دي وايه الانقاجيه اللي انت عمال تعمله ده؟ في إيه يا ريس؟ في بيستلم الكوره، يعني الكوره بينده بتطول بتوصل عند عباس العقاد. في ايه يا اسطى؟ ايه الاستلامه دي؟ بيستلم بدماغه، وبيستلم برجله، وبيستلم بصدره، وبيستلم بوركه، وبيستلم كله غلط. طب انت نازل تعمل ايه يا اسطى؟ والمفروض ان ده الكابتن بتاعي. ده المفروض ده الكابتن بتاعي انا. النادي الاهلي لو بقى اصلا بطولات وافريقيا ودوري، ده الكابتن بتاعي انا. ده بيلعب من ايام الجيل الذهبي. هو اصلا من ايام الجيل الذهبي هو ملط. هو ضايع. او الشهر اللي فات تطور ملحوظ، ده تطور غريب. ده تطور بقى ملحوظ، ايه ان هو بقى بدا يستلم وبيعمل تاكلينج اللي هو اي لعيب على وجه الارض بيعرف يعملها. فانت متخيل احنا كنا واصلين لفين مع رامي ربيعه؟ النهارده بقى بص بقول لكم ايه، قام مسك الكرسي وعلى دماغ ابونا كلنا. يلا بقول لكم انا هولع الماتش، انا هطلع ترند النهارده. انا النهارده هكون ترند الماتشات كلها. ولا تقول لي بقى شيكابالا ولا كهربا ولا كذا. انا الترند بتاع النهارده. يبتدي يغلط لك كميه غلطات، بس مش هيشيل هو الليله لوحده يعني. لا هو كولر. تشكيله غريبه. انت بادئ الماتش تمام. الزمالك انت مستحوذ. رامي ربيعه، محمد هاني علي معلول. بص انت عمال تراب، مش عارف تطلع بالكوره. تمام. وهكسب موديست وطاهر. شيخ على دين امك. بعد كده الزمالك فضل يضغط شويه، يروح بكوره شويه، لغايه ما عمل كوره بلعيبه الاهلي بتلعب على مصيده التسلل. ويا ريتها بتتعمل صح. رامي ربيعه. لا ده مغطي. رامي ربيعه مش مغطيه. يعني رامي ربيعه مغطيه وقافل عليه النور والاوضه وعامل كل حاجه. والواد عدى وصدق، شوبير عمل اللي عليه فيها. ودخل الجون برضه. يا اسطى احنا في حجز الخماسي على فكره احنا بنعمل تاكلينج. حجز الخماسي في ناس بتعمل تاكلينج، احنا بنعمل تاكلينج. انت مش بتعمل تاكلينج ليه؟ ده حتى مش بيمد. ده ما بيجريش، ما بيعملش اي حاجه. انت بتروح ده بيعمل الكوره داخله جون، الكوره تحت رجلك، الكوره ايه؟ الكوره تحت رجلك. الشوط الاول خلص 1-0. تمام. ولعبه الزمالك كلها ملط. مش عارف تكسب الاهلي بالتشكيله دي، او مش عارف تكسب اي فرقه اساسا. شيل الاهلي ونزل التشكيله دي كده. مش عارف تكسب التشكيله دي. سكور 2-0 على الاقل. دول يتعادلوا معاك وبعد كده ترجع تاني في الدقيقه الاخيره. ده انت ملط. بعد كده تبدا الشوط الثاني، عملت التبديلات اللي مصر كلها كانت بتتكلم عنها. مصر كلها كانت بتتكلم عنها. ايه بقى التشكيله بنت ان انت نازل بيها دي؟ يعني ايه التشكيله دي؟ بعد كده نزلت بالتشكيله وسام ابو علي بقى ورضا سليم ورسولاي وكل حاجه، وطلعت بقى الناس دي كلها بره. طلعتهم كلهم من بره. ونزلت بقى مسكت نص الملعب شويه. عمرو السوليه بقى بيشوط، عمرو السوليه بقى بيقطع، عمرو السوليه مسك نص الملعب، عمرو السوليه حط على كل لعيبه نص الملعب بتوع الزمالك. فضل يروح هنا وكره هنا ورضا سليم يعدي كل الكلام ده. بعد كده قمت نزل عبد القادر. وبعد كده فضلت تجري. وبعد كده قفشه يعمل لك اسيست. هو التبديلات اللي نزلت هي اللي حركت الماتش. بس ده مش نصحها من كولر او كولر بروفيسون او لا لان ده المفروض اصلا اللي كان بيبدا بيه الماتش. لو بدات بيه الماتش ما كناش وصلنا للي حصل ده. عندك غيابات ماشي، عندك كذا ماشي، لكن التشكيله دي ايه التشكيله دي؟ الماتش انت خسرانه من قبل ما تنزل الملعب. ايه التشكيله دي؟ وايه الجمهور ده؟ ايه الجمهور ده؟ من غير جمهورك اديك انت شفت عامل ايه. اه الجمهور حرفيا
من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 من التالتة شمال من الزجباء بس، مفيش اي حاجه تاني. طب بقى اي حاجه جرب تدخل واللي ماسك السناره بص عمال يروح بيها، بيعقب بالسناره، وانت عندك الجمهور الناحيه التانيه، الاداره محترمه الجمهور التاني بيدخلوهم بعد كده الاهلي فضل يضغط، الاهلي عرف ان هو يضغط ويعرف ان يمسك كوره صح. علي معلول مع كذا كوره راحت على الجون بتاع الزمالك اللي شفناه في الشوط الثاني، شفناه في الشوط الاول خالص. قفشه يديها ويستنى عليها صح، وبعد كده يديها لرضا سليم، رضا سليم يعملها وعبد القادر يخش رزعه الجون في الدقيقه 73. حلو جدا. نرجع مسكنا كوره بقينا بنروح، وسام ابو علي الله اكبر عليه، وسام ابو علي قاعد لمده استحاله، كل ده وجميل وكل حاجه. بعد كده بنكمل سلسله العبط، تمام. لا النص الملعب بتاعك كان متاخد. انت الزمالك الشوط الثاني عمل ايه؟ خلاص انا دلوقتي انا كسبان، نزلت الزناري مكان فتوح وبدافع كله، بدافع ورا، ركنت مش ركنت الاتوبيس، ركنت النادي كله، وبهاجم على المرتده. وعملها صح لان هو بيهاجم على المرتده على مين؟ على كوكا ورامي ربيعه. ما طبيعي يكسب يا اسطى، ما يكسبش ليه يعني؟ ما طبيعي يكسب. هو يعني انا مش زعلان والله العظيم، انا زعلان ان ايه، الماتش احنا سلمناه والله، واحنا في اسوء حالاتنا احنا سلمناه بجد. بعد كده تيجي رميه التماس، دربكه الكوره هنا، شوبير يصد برده، شوبير عمل اللي عليه النهارده برده، شوبير راح على انفرادين وصدهم برده، شوبير عمل كل حاجه النهارده. شوبير والتبديلات اللي نزلت عملت كل حاجه كويسه، مش كل حاجه كويسه، على حسب اللعيبه اللي موجوده دي كويسين. بعد كده اللخبطه دي كلها سيف الجزيري يخش، سيف الجزيري مرزق يخش بالتاني على طول، الماتش خلص الدقيقه 88. بقى ايه اللي بقى اللي بره بقى بيضيعوا كوره وبتاع، فرقه ملط وجمهور ملط واحتفالات، يبين لك ان انت حرفيا انت مش راكبهم، انت يعني بص، انت عامل فيهم حاجات غريبه، انت عامل حاجات غريبه فيهم، ويبين لك بقى انك انت كل المكاسب اللي انت كنت بتكسبها السنين اللي فاتت دي اعرف قيمتها. شوف قيمتها، احنا كنا بنكسب كويس يا رجاله، يلا بقى نكمل يومنا وبتاع. دول هيفضلوا يحتفلوا كده لغايه ما نقابلهم شهر 5 الجاي. دول مش هيقعدوا على كده خالص، لا هيبقى عبد الله السعيد المغوار، ناصر ماهر، مودريتش، هيفضلوا يقولوا كل اللعيبه كده. بعد كده الاهلي فضل الاهلي خلاص بقى يعني ساب كل حاجه في الكوره، علي معلول حتى بقى باص غلط، بقى كل حاجه باظت في الماتش، كل حاجه باظت في الماتش. عشان انت كنت سايب نص الملعب من الاول، ما كنتش بتضغط، وحتى بتضغط عشوائي. الشوط الثاني انت بقى بتضغط صح، مش كولر، انت الاهلي بس مش كولر. عبط في التشكيله. هتقول لي طب ما هو ممكن عامل الحوار ده علشان لوبومبوتشي ما نتهنش فيه. هو انا نادي الاهلي علشان اجهز لماتش واقوم مريح الماتش اللي قبليه اللي هو المفروض قمه او ديربي، اريح اللعيبه كلها؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه يالا ده؟ ايه ده؟ كولر من اول الموسم وفي حاجه غلط. من ساعه ماتش الاتحاد بتاع كاس العالم في حاجه غلط، ايه ده؟ الدنيا عنده خربقت، في حاجه مش طبيعيه. احنا كل ما كسب اللي احنا عاملين نكسبها باسم الاهلي، انت نازل باسم الاهلي وبتكسب، وطبعا بعد توفيق ربنا. بس شكرا على كده، مفيش اي حاجه تانية خالص. بعد كده الاهلي نادي القرن، عندي مهاجم اسمه موديست، ما لمس ميتين الكوره في الشوط الاول كله، ما لمس الكوره كوره واحده، ما لمسهاش، ما استلمش. طاهر محمد طاهر، تمام، اصل الوتر واي مقفول. طاهر محمد طاهر خد الكوره وبقى بيجري بقى ايه اللي هو انا مش هاجي، مش هرقص، انا هفضل واقف، تمام. يمكن البنات يعجبوا بيا ولا اي حاجه، هو واقف وكل حاجه، تحس واقف في الاشاره، واقف وكل الكلام ده وما بيعديش، مفيش اي حاجه خالص. الاهلي خسر الماتش 2-1، خساره مستحقه. عشان احنا عندنا مدرب خرقه واقف على خط التدريب، ومدير كوره ملط، حتى ما بيتكلمش ولا يقول اي حاجه خالص. مشيت سيد عبد الحفيظ ما كلها خلاص مصالح كلها على بعضها وسبوبه، وجبت نيت علشان حسام غالي، كل الكلام ده. ربنا يستر في ماتش الجمعه الجايه، ما تشيلش عشان انت تخسر، لا ما تشيلش. الاهلي خسر والزمالك كسب، بس الزمالك لسه المركز العاشر والاهلي مركز التاسع، وفرق ماتشين مؤجلين لينا، فرق نفس النقط. السلام عليكم.